هنا بعد ما خلصت عدد السطور اللي انا عايزاه، انا اشتغلت 14 سطر، منهم غرز الحشو اللي في البداية اللي اتعملت في السوستة. هنا هبتدي اشتغل، غيرت الخيط، عملت اخر حاجة العمودين، ودخلت في السلسلة التالتة في الارتفاع اللي انا كنت عاملاه، وعملت ارتفاع سلسلتين في السطر ده، وهدخل هنا في الفراغ واعمل عمود، هدخل في الفراغ التاني في السطر اللي تحت في العمدان دي زي ما انا كنت شغالة تحت، هعمل عمود وعمود في الفراغ تاني زي ما كنا عاملين. احنا كنا شغالين سلسلة ونسيب التلات عمدان ونشتغل في الفراغ اللي بعده، لا احنا هنعمل عمود في كل عمود هنا، يعني احنا هنا عندنا 3، انا هاجي في العمود اللي في النص وهعمل فيه عمود، بدل السلسلة هعمل في الفراغ اللي في النص عمود، وارجع اشتغل هنا 3 عمدان بتوعي تاني زي ما انا كنت بشتغلهم في السطر اللي فات. كل الفرق اني هشيل السلسلة دي انا كنت بشتغلها وبرجع بشتغل في الفراغ هنا، وكانت بتبقى بالشكل ده، لا مش هعملها، هسيب السلسلة، هشيل السلسلة خالص وهشتغل غرزة عمود بلفة، هسيب اول غرزة، هاجي في التانية في الصف اللي فوق وهشتغل عمود بلفة. هخلص كل السطر بالطريقة دي زي ما انتم شايفين كده. بعد السطر ده كمان ما خلص هرجع اشتغل نفس اللي اشتغلته بنفس الطريقة بس باللون التاني، هعمل سطرين بكل لون، ادي اللبني، وهعمل سطرين بالبامبي، وهفضل اشتغل بالطريقة دي لغاية ما اوصل للطول اللي انا محتاجاه. هخلص وارجع. مهمة كنت نسيت اقولها، انا هنا لما باجي اشتغل في سطر بشتغله 4 سلاسل، واشتغل في سطر تاني بشتغله بعد ما بقفل بشتغله 3 سلاسل هنا، 3 عمدان هنا. انا لما باجي اشتغل 3 سلاسل دول خلاص دول بحسبهم عمود عندي، وباجي اشتغل هنا عمود، ادي التاني في اخر السطر، بس مش هعمل التالت لان التالت هو الارتفاع 3 سلاسل. هعد 1 2 3، هسيب الرابعة وهعمل المنزلقة علشان تبقى بالشكل ده. انا هنا هرتفع 3 سلاسل وبعدين هعتبره عمود، وهاجي هنا هدخل في النص واشتغل تبقى عمود، وادي العمود التالت زي ما احنا متعودين نشتغل، يبقى بالمنظر ده، واكمل بقية السطر عادي. هخلص وارجع. هنا بعد ما خلصت عدد السطور اللي انا عايزاه، انا اشتغلت 14 سطر، منهم غرز الحشو اللي في البداية اللي اتعملت في السوستة. هنا هبتدي اشتغل، غيرت الخيط، عملت اخر حاجة العمودين، ودخلت في السلسلة التالتة في الارتفاع اللي انا كنت عاملاه، وعملت ارتفاع سلسلتين في السطر ده، وهدخل هنا في الفراغ واعمل عمود، هدخل في الفراغ التاني في السطر اللي تحت في العمدان دي زي ما انا كنت شغالة تحت، هعمل عمود وعمود في الفراغ تاني زي ما كنا عاملين. احنا كنا شغالين سلسلة ونسيب ال3 عمدان ونشتغل في الفراغ اللي بعده، لا احنا هنعمل عمود في كل عمود هنا، يعني احنا هنا عندنا 3، انا هاجي في العمود اللي في النص وهعمل فيه عمود، بدل السلسلة هعمل في الفراغ اللي في النص عمود، وارجع اشتغل هنا 3 عمدان بتوعي تاني
زي ما انا كنت بشتغلهم في السطر اللي فات. كل الفرق اني هشيل السلسلة دي انا كنت بشتغلها وبرجع بشتغل في الفراغ هنا، وكانت بتبقى بالشكل ده. لا مش هعملها، هسيب السلسلة، هشيل السلسلة خالص وهشتغل غرزة عمود بلفة. هسيب اول غرزة، هاجي في التانية في الصف اللي فوق وهشتغل عمود بلفة. هخلص كل السطر بالطريقة دي زي ما انتم شايفين. ولو وصلتوا لهنا وعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان يجيلكم كل جديد هنا. وبعد ما خلصنا الشغل السطر ده اخر سطر هنبتدي نقفل المقلمة بتاعتنا. احنا خلصنا قفلنا بمنزلقة وعملنا سلسلة ارتفاع. كل اللي احنا هنعمله هنقفل المقلمة على بعضها بالشكل ده، وهنيجي هنا في الغرزة دي اول غرزة هندخل في الناحية الخلفية بتاعتها، واللي وراها هندخل برضو في الغرزة الخلفية بالشكل ده. يعني هتبقى بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وهنعمل غرزة حشو، نيجي نعملها تاني. هندخل هنا في الغرزة الخلفية ونيجي في دي في الغرزة اللي بعدها وندخل ونعمل غرزة حشو. نعيدها كمان مرة ونعمل غرزة حشو كمان مرة ونعمل غرزة حشو. دي اسهل طريقة يتقفل بيها المقلمة، هتدي شكل حلو وهتتقفل بطريقة كويسة. هنعمل زي ما عملنا هنا ودخلنا هنا في الغرزة الخلفية بالطريقة دي، ودخلنا زيها في الغرزة الخلفية من الناحية التانية، ونطلع ونعمل غرزة حشو. هتبقى معانا بالمنظر ده. اخلص السطر وارجع لكم. سهلة وبسيطة، مبتاخدش مجهود، مفيهاش خطوات كتير، كمان مساحتها حلوة، بتاخد حاجات كتير، تاخد اكتر من كده. شكلها من جوه مش هتحتاج بطانة. يا رب يكون شرح بسيط وعجبكم. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يجيلكم كل جديد. اشوفكم تاني في فيديو جديد.